السلام عليكم. معاكم محمد عبد الجليل ودي قناتي. إذا أول مرة تشوفوها انزلوا تحت الفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيه، هيوصل ليكم إشعارات بكل وصفاتي الجديدة. وصفتنا مشهورة جدا في فرنسا، وكمان مشهورة ومنتشرة جدا في دول المغرب العربي، والأخص في الجزائر الشقيقة. مع تحياتي طبعا لكل متابعيني من الجزائر. وصفتنا هتكون عن البريوش، أو بيقولوا عنه البريوش، وكمان ليه مسمى تاني هو خبز الحليب. مكونات الوصفة دي بتكون غنية جدا: بيض، حليب، وزبدة، ودقيق. تقدري تحضريها بأكتر من طريقة وبأكتر من حشوة، لكن النهاردة هنحاول نعملها مع بعض بطريقة وبمكونات مختلفة عن المعتاد وعن المألوف. عشان احضر البريوش هحتاج كوباية من الحليب الدافي او زبادي. انا استخدمت هنا كوباية من الزبادي، وهنضيف عليهم كوباية من الماء الدافئ، مية دافية، وعليهم نص كوباية من الزيت. هنحتاج معلقة خميرة فورية، المعلقة اللي معايا معلقة كبيرة، وكمان معلقة سكر كبيرة زي ما حضراتكم شايفين بالظبط. ومعانا بيضة في درجة حرارة الغرفة، بيضة واحدة مش أكتر في درجة حرارة الغرفة. هضيفها على المكونات اللي معايا دي كلها، وببدأ أقلب كل المكونات السايلة دي مع بعض بالمضرب اليدوي أو بأي معلقة خشب عندك، لحد ما أتأكد إن كلها اتجانست واختلطت مع بعضها كويس جدا. بعد كده أنا بضيف الدقيق، وأنا هنا استخدمت 5 أكواب ونص من الدقيق المنخول، الدقيق متعدد الأغراض. وبضيف عليهم معلقة ملح صغيرة، وبقلبهم بالسباتيولا او باي معلقه خشب عندك. انا بس بلم العجين اللي معايا، وبعد كده انا بنزل بايدي عشان اقدر احس بملمس العجينه. بنقلبهم زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط باي سباتيولا او معلقه خشب، لحد ما اتاكد ان كل المكونات الجافه اتجانست مع المكونات السائله. ببدا انزل بايدي في العجين عشان اقدر احس بملمس العجين، واتاكد وقتها كويس ان ملمسها بقى مناسب ووصلت للقوام المطلوب اللي انا محتاجه. وطبعا انا هسيب لحضراتكم المقادير بالكوب وبالجرامات في صندوق الوصف، عشان الناس اللي بتحب تعرف المقادير بالجرامات وبالمعايير المظبوطه. وهنا انا ممكن استخدم برضو العجانه، لكن مش لازم خالص. طبعا الموضوع سهل، ممكن بايدينا، وخصوصا احنا بنسهل الموضوع على الناس اللي مش متوفر عندهم العجان. ده شكل العجين اللي انا عايز اوصله. العجينه بتاعتي بتبقى بتلزق كده زي ما حضراتكم شايفين بالظبط. ده قوام العجين المظبوط بتاع البريوش. بعد كده انا بغطيها بستريتش وبسيبها حوالي 45 دقيقه بالظبط، لحد ما اتاكد ان هي خمرت معايا. بتاخد مني تخمير 45 دقيقه بالظبط. ودي شكلها بعد 45 دقيقه، بعد ما خمرت معايا زي ما حضراتكم شايفين كده. ده شكلها عجينة بتبقى مثالية جدا وناعمة وحاجة فوق ما تتخيلوا. ببدأ أهبط العجين بتاعي، وبنزل بيها على الرخامة بتاعتي، وببدأ ألم العجينة بتاعتي كده. بعد كده أنا ممكن أوزع شوية دقيق أو زيت خفيفة، يعني أنا بوزع شوية دقيق على الرخامة بتاعتي أو شوية زيت، يعني دهنة زيت خفيفة كده عشان تسهل عليا وأنا بفردها. وبنبدأ نفرد العجينة بتاعتنا على قد الصينية اللي هخبزها فيها، بالطريقة اللي حضراتكم هتشوفوها دي بالظبط. يعني أبدأ أفردها على قد الصينية اللي هستخدمها في خبز العجينة اللي معانا دلوقتي. يعني حضرتك ممكن تقسمي العجينة دي بتاعتك لقطع صغيرة وبتفرديها وبتحشيها شوكولاتة أو أي نوع حشو انتوا حابينه، وإن شاء الله في الفيديوهات اللي جاية هنعملها مع بعض.
بعد كده انا بقسم العجينه بتاعتنا، يعني كاننا بنقسم بيتزا كده بالظبط زي ما حضراتكم شايفين. ببدا اقسمها لاربع اجزاء، وبعد كده بقسم لكل جزء جزئين، يعني 4 اجزاء بيبقى عندي في النهايه 8 اجزاء بالظبط. ويا ريت وانا بقسم اوسع التقطيعه بتاعتي شويه، لان انا هحشيها بعد كده نوع من انواع الجبن اللي موجود معانا زي ما حضرتك شايفه في الفيديو بالظبط كده. وبيكون عندنا اي نوع جبنه، ويفضل تكون جبنه شيدر متقطعه شرايح زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو كده، شرايح رفيعه كده. وببدا اوزعها بين الاماكن اللي انا قطعتها، بين القطع في التقطيعات اللي احنا عملناها من شويه زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو بالظبط كده. احاول بقدر الامكان ان انا اضغط عليها عشان وقت التسويه ما تطلعش معايا على وش العجين. بعد كده عندي خليط التغطية، الخليط اللي هغطي بيه الفطيرة بتاعتي او البريوش بتاعي، وده بيكون عبارة عن بيضة وبنضيف عليها معلقتين من اللبن الحليب او معلقتين زبادي، ونبدأ نخلطهم مع بعض كويس. واللي طبعا خايف برضه مش مقتنع ان الحليب مش هيمنع زفارة البيض، ممكن نضيف معلقة فانيليا صغيرة، لكن انا متأكد واثق ان انتوا لو جربتوا اللبن على البيض هتعرفوا ان البيض هيبقى مفيش فيه اي نوع من انواع الزفارة. لكن اللي خايف وقلقان ممكن يستخدم نص معلقة فانيليا صغيرة. وببدأ بفرشة زي ما حضراتكم شايفين بالظبط كده اوزع خليط التغطية على البريوش بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، وهخبز البريوش بتاعي ده في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200 من 20 ل 25 دقيقة. طبعا حاولي تتابعي اللون من تحت، اذا بقى ذهبي اقفلي الفرن من تحت، شغلي الشواية لحد ما ياخد لون ذهبي من فوق. بعد كده انا بوزع على البريوش سمسم او حبة البركة على حسب ما تحبه، وده اختياري طبعا، بس ده المشهور في البريوش. البريش مهم جدا ان بعد ما ادخله الفرن ويطلع من الفرن اغطيه بفوطة ربع ساعة عشان يبقى طري وما ينشفش مني. ضروري جدا الخطوة اللي انا بقول لكم عليها دي، ان احنا نغطي البريوش اقل حاجة ربع ساعة عشان ما ينشفش مني. وده شكل البريوش طري جدا، مش قادر اقول لكم قد ايه ريحته جميلة، كان جميل جدا ومش محتاج جنبه غير كوباية شاي. وصفة سهلة ومغذية جدا وخصوصا للأطفال. اعملوه وقولوا لي رأيكم. أتمنى تكون الوصفة عجبتكم وقدرت أوصل معاكم لنوع جديد من أنواع المخبوزات، وقدرت إن أنا أوصل لكم معلومة جديدة. هنلاقي المكونات في صندوق الوصف، كمان هتلاقوا لينكات الصفحات الخاصة بي على السوشيال ميديا، فيسبوك والانستجرام والتيك توك. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.